السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة يا رب ان شاء الله. النهاردة بإذن الله هنعمل البسكويت الخطير ده، وانا بقول لكم ان هو خطير لانه ما خدش معايا غير 10 دقايق بس، وكنت مطلعة اجمل واهش بسكويت هتدوقوه في حياتكم. بصوا كده، هو حاجة كده تحفة بجد. بصوا بقى، بداية كده انا اسمي صفاء مرتضى، ودي قناتي. لو حابة ان انت تتابعيني واول مرة تشوفيني تقدري تعملي اشتراك او اعجاب على حسب ما بتتفرجي عليا منين، وهستنى في التعليقات تكتبولي انتوا بتتابعوني من اي بلد، عشان تعليقاتكم بجد بجد بتفرحني. يلا بينا نبدأ. معانا هنا 3 كوبايات وربع من الدقيق، كوباية الا ربع من السكر، 2 بيضة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وكوباية الا ربع من الزيت، ونص معلقة فانيليا، وذرة ملح، وكوباية الا ربع من النشا. تمام. هنجيب كده حاجة هنقلب فيها كل المكونات على بعض. حطينا هنا البيض، 2 بيضة، وهنحط طبعا على طول بعد البيض على طول بنحط الفانيليا. حطيت هنا حوالي معلقة صغيرة من الفانيليا او نص معلقة. تمام، عشان ريحة البيض يعني تتغير. هنا معانا ذرة من الملح، ودي مهمة بتعمل تعادل في طعم البسكويت كده. هنحط الكوباية الا ربع من الزيت. لو حابة ان انت تعملي نصها زيت ونصها سمنة براحتك خالص، تقدري ان انت تعملي كده، او ممكن تعملي نصها زيت ونصها زبدة. المهم ان الاجمالي كله يبقى كوباية الا ربع. حطينا هنا السكر، وكمان السكر كان كوباية الا ربع. المكونات كلها بسيطة جدا ومش بتاخد وقت معانا. هنخلط المكونات كلها مع بعض. هنفضل نضرب كده، سواء بمضرب يدوي لو انتي عايزة تعملي بمضرب يدوي او في الخلاط. انا هنا هاخدها وهضربها في الخلاط لان عايزة كل الحبيبات بتاعة السكر تدوب، مش عايزة احس بطعم السكر انا وباكل البسكويت. فمن الاحسن انك تضربيها في الخلاط، بس ما يمنعش انك لو مش عندك خلاط تعمليها على المضرب اليدوي عادي خالص، بس هتضربي فيها فترة لحد ما لونها يبقى باللون اللي احنا شايفينه ده. احنا عايزين المكونات كلها اللون بتاعها يفتح كده اهو. جبنا هنا الدقيق وحطينا عليه النشا. والنشا هنا ليه يا صفاء؟ ممكن حد يقول لي ليه يا صفاء انت حاطه نشا هنا؟ ما ممكن نعمل من غير نشا، هقولك ليه دلوقتي، بس اسمعيني كده. حطينا اول حاجه الدقيق والنشا والبيكنج باودر كلهم على بعض، وهنيجي هنا ننخل الدقيق بتاعنا والنشا والخليط كله، هننخله على المواد السائلة. مش هنحط كل كمية الدقيق، هنخلي بره زي نص كوباية كده. ليه بقى؟ هقول لكم برضو ليه. اولا، النشا ليه بنحطه؟ عشان بيخلي طعم البسكويت هش وناعم وبيدوب في البق. تمام. اما مش هنحط كل الدقيق. ليه هنخلي نص كوباية بره؟ ده بقى عشان انا مش عايزة العجينة بتاعتك تطلع ناشفة ويابسة معاكي. احنا هنخلي النص الدقيق بره، لان ممكن يكون الدقيق بتاعك من نوع الدقيق اللي بيشرب سوائل، وممكن كمان يكون البيض اللي انت حطيتيه اصغر من البيض اللي انا حطيته، فبالتالي هتطلع معاكي العجينة ناشفة ومش هتقدري ان انت تشكليها. عشان كده اسلم حل ان انت تخلي نص كوباية من الدقيق بره، عشان نبقى احنا اللي بتحكم في العجينة، مش هي اللي بتتحكم فينا. لان لو هي بقت جامدة هتضطري ان انتي تحطي بيض تاني وزيت تاني، وممكن الزيت ينطر منك بره. فاحنا في غنى عن كل الكلام ده. احنا نخلي شوية من الدقيق ونشوف قوام العجينة معانا ازاي. لو احتاجت ان احنا نحط نص الكوباية ده بنحط معلقة معلقة عشان نشوف. لو ما احتاجتش خلاص على كده يبقى العجينة بتاعتنا مظبوطة تماما. اما المقادير دي مظبوطة جدا، بس الدقيق بيفرق من دقيق للتاني. احسن حاجة ان انت تستخدمي دقيق متعدد الاستخدامات. تمام. هنعجن المكونات كلها كده مع بعض. وبصوا كمان عايزة اقول لكم على معلومة، البسكويت مش بيحتاج عجن، يعني احنا مش عايزين نعجنه كتير مع بعض، احنا بس عايزين نقلب المكونات كلها مع بعض عشان تندمج مع بعضها.
تمام. بس مش عايزين نعمل عرق ليه زي المعجنات اللي هي بتاعه العيش والكلام ده. احنا عايزين نلم المكونات كلها على بعض بس كده، مش اكتر. هنلم كل المكونات كده على بعضها اهو زي ما انتوا شايفين كده. عملتها على شكل اسطوانة وهقطعها على 4 قطع. تمام، هنقطعها على 4 قطع. لو انتي بتعملي البسكويت ده في الصيف، تقدري ان انتي تريحي العجينة بتاعتك في التلاجة لمدة نص ساعة. اما لو بتعمليه في الشتاء فتقدري تشتغلي فيه على طول. انا هنا كنت اشتغلت فيه على طول لان التكييف شغال، ويعني مش محتاج ان انا اشيله في التلاجة ولا كده. قسمنا كده العجينة بتاعتنا ل4 اقسام. بصوا، هجيب النشابة كده وافرد العجين بتاعي. بس انا حاولت ان انا اعمل بالنشابة دي، لقيت ان العجينة لا، مش عايزة النشابة دي طبعا احنا عارفينها، دي بتاعت العيش والمعجنات وكده. فجبت النشابة الكبيرة دي. هفرد كده بالطول وبالعرض، عشان عايزة السمك بتاعه يبقى سمكه كده رفيع، مش عايزة السمك يبقى تخين، لان هو لما بيدخل الفرن بيعلى كده شوية. فعايزين السمك متوسط، ولا هو تخين خالص ولا هو يعني سمك رفيع. هنجيب اي حاجة بنشكل بيها. عندك المكنة دي تمام تشكلي بيها، مش عندك ممكن تشكلي عادي بالكوباية، وبعد كده تخرميها كده بشوكة ولا بأي حاجة. بصوا، قطعت كده كل العجينة بتاعتي، والزيادات دي طبعا مش هنتخلص منها، لا احنا هنجمعها على بعض تاني وهنفردها تاني وهنقطعها وهنعمل نفس اللي عملناه دلوقتي. صينية كده وهندهنها وهنجيب البسكويت بتاعنا. شايفين الجمال والحلاوة. بصوا، هو بيتكلم عن نفسه، يعني مش محتاجة ان انا احكي لكم. تحفة تحفة بجد. هنرص كده الصينية كلها من البسكويت بتاعنا، وهتبقى مدهونة مادة دهنية، بس مش هنكتر، مش عايزين ندهنها كتير، لان البسكويت اصلا فيه مادة دهنية. في الوقت اللي انا كنت بشكل فيه البسكويت وبحطه في الصينية، كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، عشان اول ما اخلص على طول اروح مدخلة البسكويت بتاعي وتبقى الفرن سخنة معايا. خلصت خلاص اهو. هنشيل بقى الصاج بتاعنا وندخله في الفرن. وهنا البسكويت بتاعنا هياخد اقل من 10 دقايق او 10 دقايق على حسب انتي بقى الفرن بتاعتك سخنة ولا لا. شايفين طلعت معايا البسكويت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بصوا تخيلوا، يعني من 3 كوبايات دقيق وبيضتين عملنا كل كمية البسكويت اللي انتوا شايفينها دي. تقدري بقى تدي منها لولادك في المدرسة او في وقت العصرية كده مع كوباية شاي بلبن حلوين، تفرحي ولادك بيهم. يلا بقى، اتمنى من كل قلبي الوصفة تكون عجبتكم واكون قدرت اوصل المعلومة بشكل صحيح. ما تنسوش تكتبولي رأيكم في الوصفة في التعليقات تحت الفيديو، وتكتبولي كمان انتوا بتتابعوني من اي بلد، عشان زي ما قلتلكوا في اول الفيديو ان تعليقاتكم دي بتفرحني جدا وبتشجعني جدا جدا. يلا يا حبايبي، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.